10 مساء بتوقيت أسمر المحل، أينما كنتم سيداتي سادتي من تلفزيون دولة إريتريا، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار التي نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. تطور البرامج التنموية والأمنية المنفذة في الإقليم الجنوبي. عمليات جراحية في العيون ل 250 مواطنا بجدة. بناء سد جديد في منطقة عدك بمديرية قالنفحي. عشرات المفقودين إثر قاربية الكونغو الديمقراطية. ماكرون يعلن ميزانية قدرها 400 مليار يورو للجيوش الفرنسية. وبلينكن يشير لانخفاض التوتر مع الصين. أهلا بكم إلى التفاصيل. أفاد حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتاب تسفاتعن بأن عام 2022 شهد طفرة كبيرة، ذلك نتيجة لتنفيذ برامج تنموية واسعة من خلال أنشطة عززت الإنتاج الزراعي وإعمار وصيانة البنية التحتية للخدمات الاجتماعية والقطاع الزراعي، وكذلك تقليل مشاكل المواطنين. وأوضح التقرير المقدم في التقييم الذي جرى في 20 من يناير في مدينة مندفر تنفيذ أنشطة تنموية فعالة ساهمت في حماية التربة والمياه وصيانة أكثر من 400 كيلومتر من الطرق الترابية بمشاركة 4,000,000 مواطن. كما تم بناء حفيران في منطقتي بمديرية ميعيني وسدود في مديرية دبروع وصنعفة وميمنة وميعيني وسجنيتي للشرب والسقي. وأفاد التقرير المقدم عن تقديم المواطنين أكثر من 23 مليون نقفة وقيرها لصالح برامج التصدي وتجميع حصاد 21,429 أسرة شهيد وأسر المرابطون للدفاع عن الوطن، وكذلك 3.2 مليون نقفة لتقدم المدارس وتطورها. وأشار التقرير فيما يتعلق بأوضاع الخريف والزراعة أشار إلى انخفاض نسبة الإنتاج الزراعي مقارنة بالعام الماضي بنسبة 24%، وذلك نتيجة لغزارة الأمطار في شهري يوليو وأغسطس وشح أمطار الربيع. وذكر أن تقوية الإدارة المنسقة القوية لإصلاح مساقط المياه وتعزيز الإنتاج الزراعي وكذلك بناء وصيانة مؤسسات الخدمات الاجتماعية من أهم برامج عام 2023. قام فرع الصحة في إقليم شمال البحر الأحمر بالتنسيق مع خبراء جراحة العيون في الفترة من 10 وحتى 18 من يناير الجاري بإجراء فحوصات واسعة للعيون، وقد أجرى عمليات جراحية ل 250 مواطنا في مستشفى قندع المرجعي. وقال كل من خبير جراحة العيون الدكتور أدحانوم رداء والدكتور إيوب بأن العمليات الجراحية اشتملت على الجلايكوما وغيرها من الأمراض، موصيان المواطنين لاستخدام نظارات طبية تتماشى مع المناخ. وأوضح بأن الدراسات المسحية التي شهدتها مديرية قندع في شهر أغسطس العام 2022 للتعرف على أسباب العمى ساهمت في رفع الوعي العام حول علاج أمراض العيون وإنجاح الحملة. وقال المدير الطبي لمستشفى قندع المرجع الدكتور ساميل ولد جبريل أن المستشفى يقدم خدمات ناجعة في طب العيون، لذلك يجب على الذين يشعرون بأمراض العيون الإسراع إلى المستشفى. وتضم مجموعة الأطباء المساهمة في الحملة 10 خبراء لطب العيون. تم بناء سد جديد في منطقة عدك بمديرية قالنفحي بالإقليم الأوسط بالتعاون بين المواطنين والحكومة، يسع 70,000 متر مكعب من المياه. وأوضح المشرف على العمل المهندس تسفى مريم منقصو بناء حوالي 500 متر، مما يؤكد إنجاز 17% من مجمل الأعمال. واتخذ السكان خطوة بناءة تمثلت في بناء مدرجات بطول 200 متر لإصلاح مساقط المياه بهدف حماية السد من امتلائه بالطمي، ويتوقع منه تأمين متطلبات المياه للشرب والسقي والري. وقال مدير ضاحية مرحانو عدك السيدة فرويني برهانو
أن سكان المنطقة قاموا بشق طريق ترابي بطول كيلومتر يؤدي إلى مكان بناء السد، وظلوا يساهمون بطاقاتهم لإنجاز المهام. وأعرب السكان عن أمنياتهم لتخفيف المشاكل التي كانت تواجه بالتزامن مع اكتمال السد. وتوضح إدارة مرحان وعدقة تبرع السكان العام الماضي ب400 ألف نقفة لبناء فصول دراسية إضافية. شهدت مديريات عردة وبرنتو وتسني في الفترة من 13 وحتى 15 من يناير الجاري عقد مؤتمرات تعليمية حول تقوية التعليم الأساسي وكفاءة الطلاب وخاصة أسلوب التدريس. وكان الهدف من المؤتمر الذي ينظم بالتنسيق بين قسم الأبحاث والكفاءة البشرية في وزارة التعليم وفرع الأبحاث والقدرات البشرية في إقليم القاشبركة إيضاح أساليب التدريس التي يجب أن يتبعها المعلمون والمواضيع التدريسية التي يجب التركيز عليها من أجل تقوية كفاءة الطلاب. وأوضح الدكتور سيوم تيدروس المستشار الأكاديمي بقسم الأبحاث والكفاءة البشرية بأن الوزارة تعمل بوضع خطة تتناسب وأساليب التدريس العالمي لتقوية قدرات الطلاب بتحسين كفاءة التعليم. وذكر بأن كفاءة الطلاب تبدأ من التعليم قبل النظام، لذا يجب ترسيخ تلك المدارس ويجب توفير معلمين أكفاء في المرحلة الابتدائية وخاصة في التعليم قبل النظامي. وذكر مسؤول التعليم في إقليم القاشبركة الأستاذ محمد علي إبراهيم المعلمين للعمل الجاد لتطوير ذاتهم ومتسلحين بأخلاقيات المعلم والعمل بقوة لتنشئة الطلاب جيدا مدركين أهمية المسؤولية الملقاة على عاتقهم. ودعا المشاركون للدفع بمثل هذه اللقاءات لأهميتها الكبرى. خرج فرع المرأة في الإقليم الأوسط 128 من أعضائه الحاصلات على مختلف الدورات في مختلف المهن، واشتملت الدورات التدريبية التي امتدت ما بين 3 إلى 5 أشهر على إعداد وطهي الطعام والتصوير والتأثيرات الصوتية والتجميل وتقنية الحاسوب. وقالت رئيسة الفرع السيدة علم بلاي في مراسم التخريج التي جرت في 20 من يناير أن الهدف من الدورة هو تمكين المرأة وتسليحها بالمعرفة المهنية لتحسين حياتها المعيشية، شاكرة مساهمة وزارة التعليم والمكتب المركزي للمرأة. وعرض حاكم الإقليم الأوسط السيد فسحي هيلي عن تمنياته لإحداث الدورات التقرير الإيجابي في حياتهن المعيشية. وتعهدت الدارسات العمل بقوة على أرض الواقع مستفيدات من المعلومات المكتسبة لتمكين ذاتهن. ودعت رئيسة المرأة السيدة تسفى ميكائيل الدارسات لبذل جهود حثيثة من أجل تقرير ذاتهن مستفيدات من الفرص المتاحة لهن. السادة والسيدات، نتوقف مع فاصل ومن ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. أعلنت سلطات الكونغو الديمقراطية فقدان 145 شخصا على الأقل إثر غرق قارب كانوا على متنه شمال غربي البلاد وسط مخاوف من وفاتهم. وقال رئيس جماعة المجتمع المدني في المنطقة جان بيير وانجيلا في مؤتمر صحفي أن 145 شخصا على الأقل في إعداد المفقودين ويخشى من وفاتهم. وألقى وانجيلا باللوم على الحمولة الزائدة في غرق القارب. ووقع الحادث قرب بلدة باسانكوسو عندما انقلب قارب آلي محمل بالبضائع والحيوانات في نهر لولونجا. ونقلت مصادر إعلامية عن مسؤولين محليين قولهم أن نحو 55 شخصا نجوا حتى الآن من الكارثة. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الجيوش الفرنسية ستحصل على ميزانية قدرها 400 مليار دولار خلال الفترة ما بين 2024 و 2030 في إطار قانون البرمجة العسكرية المقبل، وهي زيادة بمقدار الثلث مقارنة بالميزانية السابقة. جاء ذلك في خطاب بمناسبة العام الجديد خلال لقائه مع الجنود في قاعدة مون دو مارسان الجوية في جنوب غرب فرنسا.
وأوضح أن ميزانية 2019-2025 الدفاعية كانت تهدف إلى البدء في بناء قدرات احتياطية بعد قصور في الاستثمار على مدى العقود السابقة، كما وعد بزيادة تقارب 60% في الميزانية المخصصة للمخابرات العسكرية. رأى وزير الخارجية الأمريكي أنتونيو بلينكن أن هناك انخفاضا في التوتر مع الصين، لكنه أعرب مجددا عن قلقه بشأن تايوان. وسيتوجه بلينكن إلى بكين يومي 5 و6 من فبراير المقبل وفقا لمسؤول أمريكي، وهي أول زيارة بهذا المستوى إلى الصين منذ زيارة سلفه الجمهوري مايك بومبيو عام 2018. وقد اتفق الرئيسان الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينغ على هذه الزيارة على هامش قمة في إندونيسيا نوفمبر 2022. ارتفعت درجات الحرارة في جرينلاند إلى مستوى لم تصله منذ 1000 عام بحسب ما أكدته دراسة نشرتها مجلة نيتشر العلمية. أعادت بناء الظروف فيها من خلال الحفر في عمق القطاع الجليدي، ومن خلال الحفر في الصفيحة الجليدية لاستعادة عينات من الثلج والجليد تراكمت على امتداد السنين. تمكن العلماء من إعادة بناء درجات الحرارة في شمال وسط جرينلاند منذ عام 1000 ميلادي إلى 2011، ووجدت الدراسة أن خلال ذلك العقد كانت درجة الحرارة أدفأ بمعدل 1.5 درجة مئوية عن القرن العشرين. ختاما لا يسعنا إلا تذكيركم بأبرز العناوين. تطور البرامج التنموية والأمنية المنفذة في الإقليم الجنوبي. عمليات جراحية تنظيم ب 250 مواطن في قدام. بناء سد جديد في منطقة عدكة بمديرية قالة نفحي. عشرات المفقودون إثر غربي الكونغو الديمقراطية. ماكرون يعلن ميزانية قدرها 400 مليار يورو للجيوش الفرنسية. بلينكن يشير إلى انخفاض التوتر مع الصين. حتى جديد اللغة تقبل أجمل التحيات وأطيب المنام.